بسم الله، بديت وعلى النبي صليت عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم واحده التحليه من اروع ما يكون. شوفوا معايا هذاك لا جولي تاع الفراوله، غادي نخدموه في الدار بابسط المقادير ويجي خير من تاع المحلات، يعني شباب بالبزاف. هذا التحليات بالفراوله تحتاجوها بزاف في رمضان، كيما هذه التحليات يعني حلوا سهراتنا الرمضانيه. ما تنسوش فقط ديروا جيم لا فيديو، تعليق مشجع، وما تنسونيش بدعائكم لاميمتي بالشفاء، ربي ان شاء الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. هنا جام البنات ديروا هذاك الجم هكا باش تشجعوا الفيديو يطلع. اول حاجه هنا الوصفه شنحتاجو. عندي بسكوي، انا استعملت هذا البسكوي العادي. غندير دو باكي، ولكن هنا تستعملوا غير باكي واحد. انا هنا غادي نطحنه باسكو غادي نحتاجها في وصفه اخرى. نطحنه في الاشوار كيما هكا حتى نتحصل عليه يعني يكون رقيق. غادي ندير هذيك الطبقه الاولى تاع لاباس تاع البسكوي باش هي اللي تشد لنا. سمعوني مليح، بعد ما طحنتها مليح كيما هكا يعني حتى اللي في اي اشوار كان عندكم اطحنوه حتى نتحصل. انا هنا قلت لكم طحنت دو بسكوي، غادي نديرهم نفس الطريقه ولكن نحتفظ بالنص وندير النص. هنا عندكم كاس تاع المارغرين، ذوبوه وضيفوه لهذاك الخليط تاعكم. ضروري الطبقه تاعكم تكون متماسكه. شوفوا انا هنا ما خليتهاش صراحه، يعني جاتني المارغرين بزاف، قلت يعني ما نزيد لهاش المارغرين، نخليها كيما هكا تجي مرمله. ولكن نتوما ديروا كاس حتى تشوفوا يعني تشكلت لكم عجينه وتبقى لكم هذيك الطبقه متماسكه باش كي تجوا ترفدوها الطبقه يعني تترفد لكم. وهنا درت لهم زوج مغارف تاع الكوكا ومطحون، وعندي هنايا هذا العطر يعني هذا الباتاغون تاع الفراوله تاني باش نزيد نعزز هذيك النكهه تاع الفراوله في الطبقه الاولى تاع البسكوي، يعني تجيني بنينه. الطبقه الثانيه تكون بالفراوله والاولى ثاني. غادي ندير لها واحد المغرف فقط، يعني غير كيما هكا صغيره، ولكن الذوق تاعها شباب يعني ما تجيش كامل فيها مروريات يعني تاع القاصحه يعني تاع الفراوله، ولا تجي بنينه بالبزاف. بعد ما زدت يعني خلط كل ما ندير مكون نزيد نخلط هكا باش كامل يدخلوا مع بعضهم. الاشوار يساعدكم بزاف، يعني العمليه تجي بخاتيك وما تغبنكمش بالبزاف. جبت السيرسو كيما هكا تاعي، درت لها الورق يعني البابي فيلم من تحت باش ما تهربليش هذيك الطبقه الاولى منه يعني ما تخرجليش من الجوانب. ومن بعد كينا حطيت كامل هذيك الطبقه تاع البسكوي. قلت لكم هنا برك يعني للامانه الطبقه تاعي ما غاديش تحكم روحها، يعني ما كثرت لهاش المارغرين بزاف. نتوما ديروا لها كميه معتبره تاع المارغرين هكا حتى تشكلوا يعني تتحكم يعني تبقى تتشكل لكم في يديكم باش تكون متماسكه كي تجوا ترفدوها. بالنسبه للطبقه الثانيه هي هذاك الفلون تاع الفراوله. عندي هنايا زوج كيسان، الكاس تاع السعه تاع الكاس 250 ملل تاع الحليب، نضيف لهم الفلون. بالنسبه للفلون انا استعملت ذوق الفراوله، نتوما تقدروا تستعملوا ذوق الفاني وتزيدوا معها هذاك الباتاغون تاع الفراوله الثاني تجيكم شابه، ولكن اللي عندها تاع الفراوله تستعمل تاع الفراوله يجي احسن واحسن. شوفوا هنا استعملت 3 مغارف تاع الفلون، وغادي نزيد لهم مغرف ونص تاع المايزينا اللي هي دقيق النشا كيما هكا، يعني مغرف ونص ماشي معمره بزاف. الطبقه تاعنا تجي متماسكه وما تجيش ثقيله بزاف وما تجيش خفيفه. نخلط بارد في بارد، ومن بعد ندي هذا الخليط تاعي فوق النار حتى يبدا يغلي لي. يعني كي نشوف الطبقه تاعي تماسكت ودارت لي يعني كيما هكا يعني تقالت لي باسكو درنا مغرف ونص تاع المايزينا، غادي نجي هذا نزيد لها الباتاغون تاع الفراوله من عند لا مارك فاغوم كول، يعني واحد الذوق ما شاء الله. ينتباعوا في كامل الحلويات، يعني في المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات. تشري بلادوز يعني تشري 10 ميل 20 ميل كيما حبيتي. تقدري تشري هذه كبيره ثاني لاصحاب المشاريع اللي يخدموا يعني الحلوجيات وكاع، ولا تشري يعني بلادوس كيما حبيتي تشري. المهم هاد لا مارك تاع فاغوم كول اللي نستعملها ما شاء الله، يعني كامل المنتجات تاعهم ما شاء الله. شوفوا انا هنا اللون تتحكموا فيه، حبيتوها فونسي بزاف يعني ديروا مغرفه صغيره تكون معمره، حبيتوها شويه تكون كلير ديروها يعني شويه نقصوا الكميه تاع لاغوم. شوفوا انا هنا حبيتها غوز بونبون كيما راكم تشوفوا، يعني جات شابه من الشكل تاعها جا شباب. خليت الطبقه الثانيه تبرد مليح مليح، وهنا غادي نخدموا هذيك الطبقه الثالثه هي تاع لا جولي. عندي هنا نص كاس تاع السكر درته في طاوه كيما هكا، غادي نزيد كاس تاع الماء نحل فيه مغرف تاع المايزينا، نحلها مليح حتى تحلي يعني من هذوك الكتل. ما ديروش الماء حامي باسكو المايزينا تتكتل في الماء كي يكون حامي، ديروا الماء بارد عادي وحلوها مليح. ومن بعد ضيفوها لهذاك السكر تاعكم. يعني هذا احسن وصفه تاع لا جولي في المنزل تخدموها، تقدروا تخدموا بها كامل التحليات تاعكم، تزينوا بها الوصفات تاعكم تجي ما شاء الله. الحاجه اللي غادي تعطيها الذوق واللون هو هذا، يعني نفس لاغوم اللي درناه تاع الفراوله. نستعمل مغرف كيما هكا، اللون يجي فونسي ويجي شفاف، يعني يجي شباب، يجي يعني يبري، راكم فاهمين. دروك غادي نديرها فوق النار ونبدا نخلط مليح 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 حتى اللي يتقال لي هذا الخليط تاعي ويعقد لي. يعني في
النار هو غادي يبدا يوصل لمرحله الغليان، ومن بعد غادي يتقال لكم وتتحصلوا على يعني هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا تشهي وحدها تاكلوها وما تجيش حلوه بزاف، يعني تجي مليحه ما شاء الله. ديروها في كامل تحلياتكم، ديروها حتى في الوصفات يعني تاع الكاطو كيما هكا تزينوا بها الصابلي تاعكم، يجي ما شاء الله. هاد لا جولي خير من انك يعني تشريه كيما هكا، يعطيك كميه قليله. اخدميه في دارك الوقت اللي حبيتي تخدميه، خلوه شويه يدفى ومن بعد حطوه فوق الطبقه الثانيه كيما هكا، ومشوها مليح مليح. يعني هذه الطبقه ما تكونش سميكه، تكون غير هكا رقيقه، تكون تجي شويه فيها كميه تاع سكر. هي ماهيش حلوه بزاف في الاصل، ولكن يعني ما نكتروش من هذه الطبقه. ندخل التحليه تاعي في الثلاجه حتى تجمد، يعني طبقه كامل تبرد غايه وتشد روحها. هنا غادي نفتحوا قوس، على بالي بلي كامل رانا يعني نديروا تحضيرات رمضان والتنظيفات كيما راكم تشوفوا. المره اللي فاتت قلت لكم، هدرت لكم على الثلاجه وجاوني تاني انتقادات، قالوا لي ما تغسليهاش بالجافيل، ما تغسليهاش بالغسول تاع الاواني. نقول لكم البنات ما كاش حاجه تبرد القلب يعني في التنظيف كيما من ديري الرغاوي وديري كيما هكا يعني الجافيل، ديري هذا الغسول تاع الاواني يعني، وتبدي ترغوي وتحكي حتى يعني يبرد خاطرك. روعه. شوفوا انا غسلت الثلاجه بهذاك الاواني، غسيل الاواني تاع نايس بليس ما شاء الله. وتاني هذاك الجافيل تاعهم شوفوا معقم في نفس الوقت تاني يعني روعه. شوفوا الريحه تاعه ما شاء الله، تخلي يعني وتحسي ريحه النظافه. راهم قلت لكم لاغام تاعهم واسعه، عندهم كامل المنظفات اللي تستعمليهم في المنزل تاعك، سواء معطرات تاع جو، سواء يعني منظفات تاع ارضيه. تاني عندهم تاع الماشينه لافي اللي راكم تشوفوهم معايا، يعني عندهم هنايا تاع المابل، عندهم تاع الزاج، يعني كامل المنظفات اللي تستعملوهم في المنزل تاعكم تحتاجوا. يعني هاد لاغام ما شاء الله متواجده في كامل يعني التراب الوطني راهي متواجده. ولاغام يعني ما شاء الله المنتج تاعهم الثقه يعني تاعه ما شاء الله. انا راني نستعمل فيهم وراهي النتيجه يعني راهم في مده راكم تشوفوهم معايا، وراني نشكر فيهم يعني بكل صدق ومصداقيه. نغلقوا القوس تاعنا وهنا نجو للتحليه. بعد ما حكمت روحها وشدت روحها غايه، نبدا نقلع هذاك السيرسو تاعي كيما هكا. هنا تزيين اختياري، انا برك باش نكاسي هذاك لا كولور الفونسي تاع الغوز، درت شويه تاع الشونتيي، حليتها بشويه تاع الحليب بارد يعني طلعتها. ومن بعد كي درت دي غوزات كيما هكا. تقدروا نتوما يعني ديروا غير شويه تاع الفراوله من الفوق، ولا ديروا هاد الشونتي تحلوها تاني بشويه تاع لاغوم تاع الفراوله تاني باش تجيكم غوز وتجي شابه. درت دي غوزات هكا زينتها بحبيبات تاع فراوله، وهذه هي النتيجه. قلت لكم هنا للامانه الطبقه الاولى ما جاتنيش متماسكه باسكو ما كثرت لهاش المارغرين، نتوما كثروا لها، جربوها وردوا عليا.